السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة جميلة جدًا باستخدام البلح. وصفة سهلة وسريعة ومش بتاخد معانا أي وقت خالص، يعني تنفع كده وجبة فطار أو وجبة عشا أو حتى ساندوتشات. هنعملها النهاردة باستخدام البلح. أنا استخدمت النهاردة البلح الأصفر، وممكن كمان تتعمل بالبلح الأسمر. أنا هاستخدم النهاردة البلح الرطب، يعني مش هاستخدم كده البلح التاني، لأ أنا هاستخدم البلح الرطب. في الوقت ده كده بدأت إن أنا أقشره باستخدام المَيّة. في بولة كده فيها مَيّة، وبدأت كده إن أنا أنزل بوحدات البلح، بانزل بيهم كده واحدة واحدة، وأبدأ كده إن أنا أحطها الأول كده في المَيّة، وأبدأ إن أنا أشيل القشرة، وأشيل كمان البذرة بتاعة البلح، زي ما واضح كده مع حضراتكم. في الوقت ده كده ما بياخدش معايا أي وقت خالص، يعني لو كمية كبيرة مش بتاخد أي وقت، يعني لو حتى 2 أو 3 كيلو بتعمليهم كده بسرعة جدًا باستخدام المَيّة. وده شكل الكمية كلها بعد ما خلصتها كانت معايا بالشكل ده. تقدري تعملي أكتر من كده أو أقل زي ما تحبي. في الوقت ده كده معايا 3 حباية من البيض، وطبعًا البيض معايا في الوقت ده صغير فاستخدمت 3، لكن لو البيض عندِك كبير هتستخدمي 2 بس. نوعية البيض اللي معايا هو البيض البلدي، يعني بيبقى صغير شوية. وطبعًا لو البيض أنتِ مثلًا شارياه وما أنتيش واثقة في صلاحيته مثلًا، نبدأ إن إحنا ننزل ببيضة بيضة كده في الطبق، علشان لو بيضة فاسدة ما تفسدليش باقي البيض. وفي الوقت ده كده بدأت إن أنا أحط كده شوية من الكمون، على شوية من الكزبرة الناشفة، على شوية كمان من الفلفل الأسود، وشوية كمان من الملح. كمية البهارات كمية قليلة، حطيت حوالي كده ربع معلقة صغيرة. وفي الوقت ده كده وبعد ما قلبت البيض كويس جدًا في طاسة معايا على النار، نزلت بشوية كده من السمنة البلدي، وبعدين سِبتهم يسخنوا، وبعدين نزلت بقطع البلح أو وحدات البلح بتاعتي، وبدأت كده بالإسباتولا إن أنا أقلبهم كده، وأبدأ إن أنا كده أقسّم البلح بالإسباتولا، بتتقسّم كده بكل سهولة، يعني مش بتاخد معانا أي وقت خالص. والنار معايا في الوقت ده هادية، لأن الطاسة معايا سخنة كفاية. وفي الوقت ده كده وبعد ما قسمت البلح بتاعي زي ما انتوا شايفين كده، وفي الوقت ده طبعا أنا بقسمه، وفي نفس الوقت برضه هو بيتشوح مع السمنة البلدي اللي أنا حطيتها. وممكن برضه لو معندكيش سمنة بلدي تقدري تضيفي مكعب صغير من الزبدة أو حتى شوية من الزيت. وبعد كده ما البلح اتشوح كويس جدا، بدأت أنزل بكمية البيض. نزلت بالبيض بتاعي، وفي الوقت ده كده عليت النار شوية كمان، ونزلت كمان برشة من القرفة، بتليق جدًا مع البلح. وطبعًا لو مش بتحبي القرفة ما تضيفيهاش. وفي الوقت ده كده بدأت إن أنا أقلب كده البيض مع البلح كويس جدًا لحد كده ما يستوي معايا. وطبعًا مش هنضيف أي بهارات تانية أو ملح، لأن كده يبقى ملحها مضبوط. أنا حطيت ربع معلقة صغيرة من البهارات والملح في البيض، فكده هتبقى الوصفة بتاعتي كده مضبوطة. وفي الوقت ده كده وبعد الوصفة بتاعتي ما خلصت، هابدأ كده إن أنا أحطها معايا في طبق، في طبق التقديم، وده هيكون شكلها. هابدأ كده إن أنا أساوي الطبق بتاعي. وصفة سهلة وسريعة ومش بتاخد معانا أي وقت خالص. يعني اليومين دول كمان إحنا في موسم البلح، نبدأ إن إحنا نستغل الموسم ده، ونبدأ إن إحنا نجرب الوصفة الجميلة اللذيذة اللي معانا النهاردة دي. أتمنى إن يكون الفيديو عجبكم، وياريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا اشتراك في القناة، وتسيبولي رأيكم في التعليقات. وفي نهاية الفيديو أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم.